السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي، أنا بحب دايما الفيديو بتاع الجبنة والقشطة والزبدة. بحس دايما اللي أنا بحب اللي هو فيديو الخير كده زي ما بنقوله. عايزة أقولك أنا بالنسبة لي والله لما بشوف اللبن، سواء عندي أو عندي غيري، أو بتفرج على فيديوهات مثلا حد بيعمل لبن وجبنة وقشطة والكلام ده، عايزه اقول لك ما شاء الله اللهم بارك، انا بحب كده قوي. يعني انا بحب اللبن نفسه. بحس كده اللي هو ايه، بيديني طاقة كده او بيديني باور، او بتحسي بالخير والكلام ده. بصوا بقى حبايب قلبي، لو انت عايزة تعملي مشروع من بيتك تعالي وانا هقولك عليه. عايزة اقولك هطلع لك حتة جبنة كل الناس هتحلف بجمالها. بس ما تنسيش بقى تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة، وكمان دعوة حلوة كده من قلبك. يا رب اللي تحط لايك ربنا يوعدها يا رب ان شاء الله بزيارة البيت الحرام عاجلا غير آجل في رمضان الجاي ان شاء الله. قول اللهم امين وانا معاكم. تمام. بصوا بقى حبايب قلبي، اول حاجة ان انت بتعملي كمية اللبن بتاعتك. مش لازم ان انت عشان تعملي مشروع تجيبي مثلا 10 كيلو او 20 كيلو. ابتدي حتى ب7 كيلو او 5 كيلو، ما فيش اي مشكلة، او كمية قليلة لحد ما تبتدي اللي انت تتعلمي. اهم حاجة يا جماعة علشان تجيبي اللبن وتعرفي ان اللبن ده جميل جدا وحلو قوي كويس، اول حاجه كده اول ما تلاقي الرغاوي على الوش اعرفي بسم الله ما شاء الله ان اللبن ده مش مغشوش، واللبن ده هيطلع لك احلى جبنه واحلى قشطه. بصي علامه سهله جدا وبسيطه. ماشي تمام. لو انت عندك اللبن بتاعك مفرز في قلب الازازه، ما فيش اي مشكله، سيبيها حطها على الرخامه لحد ما تبتدي تعمل معاك تفك، وبعد كده حطيه مش هيجرى له اي حاجه. بصوا بقى يا جماعه، صلوا بينا على النبي، يقولوا عليه الصلاه والسلام. طبعا انا كنت مصوره المقطع ده، بس المقطع ده اتمسح مني وكنت هعيط. بس الحمد لله على على كل حال. بس انا برضو هشرح لكم وهوصل لكم الفكره، وانتوا ان شاء الله تبتدوا تعملوا بالكلام اللي انا بقوله. بصوا بقى حبايب قلبي، بعد ما حطيته على الرخامه سبته لحد ما يروب براحته خالص. يعني انا مثلا قاعد معايا يوم والتاني، وابتدى مثلا في التالت ان هو يعمل معايا، انا ولا بحط له بطانيه ولا بحط له لحاف ولا بحط له اي حاجه من الكلام ده. لان انت لو عملتي الكلام ده، يعني بصرف النظر عن غيري بيعمل كده، كل واحد برضه حر في حاجته. ربنا يبارك يا رب في كل حد بيعمل اي حاجه وبيعمل على اكل عيشه. بس والله والله من خلال تجربتي، ومن خلال انت كمشروع ليكي عايزه تعمليه ببيتك، شوفي ما شاء الله جبنه معايا زي الورد، تحفه ما شاء الله، جميله وحلوه. مش بحط له اي حاجه، لان لو انت حطيت له مثلا اللي هو الشرش بتاع اللبن، او حطيتي له زبادي، او غطيتي بالبطانيه، تاني يوم بالظبط هتلاقيه خمر معاك. يعني ايه خمر؟ هتلاقيه راب معاكي. فبالتالي لما تيجي تعملي بقى القشطه بتاعتك او تعملي الزبده بتاعتك هتلاقيها قليله جدا. والمكسب بتاعك في الزبده والقشطه مش في الجبنه. يعني فهماني، المكسب في الزبده في القشطه ان اللبن يطلع معاكي كميه قشطه حلوه وكميه زبده حلوه، يبقى ما شاء الله اللهم بارك، يبقى اللبن معاكي جميل ويبقى معاكي مضمون. عشان كده انا بقول لك بلاش تغطيه بالبطانية، او تغطيه باللحاف، او تحط له زبادي، او تحط له اي حاجة من الحاجات دي نهائي. سيبيه لحد ما يخمر براحته خالص. يعني انت تشوفي اللبن بتاعك اول ما يبتدي يجبن معاكي جبنة، ماشي خلاص، يبقى هو ذوق القشطه كده. وتشوفي من تحت بمعلقه، والله لقيت القشطه بتاعتك ما شاء الله اللهم بارك، او الجبنه بتاعتك ما شاء الله ختمه كده، يبقى خلاص فور على التلاجة على طول. تمام. حطيه مثلا، انت لو انت حطاه من الصبح، اخر النهار ابتدي اللي انت تشتغلي فيه، خليكي اخر النهار. ليه؟ لان انت لما بتيجي تعلقي اخر النهار، يعني مثلا الساعه 8 بالليل، الساعه 9 بالليل، انت لما تيجي تعملي القشطه بتاعتك، اللهم صل على النبي، قولوا معايا، لو جيتي تعملي الجبنه بتاعتك خليها اخر النهار، على اساس ان انت بتحطها على الحوض، وما خلاص بقى مش هتستخدمي الحوض بتاعك ولا اي حاجه. فخلاص غسلت مواعينك ونضفت حاجتك واكلتم وشربتم وعملت كل حاجه. فبالنسبه لك لو كل يوم هتعملي حصيره، ده جميله جدا وحلوه قوي. يعني مش هقول لك بقى اعملي 6 حصران زي ما في ناس بتعمل، كل واحد على قد مستطاعتك. انت لو انت مستطاعه ان انت تعملي حصيره واتنين وتلاته، مفيش اي مشكله، اعملي. ربنا، بصي
بصي كل بني ادم لازم ان يسعى على الحاجه اللي هو بيعملها، وليس الانسان الا ما سعى. ما تبقيش حاطه ايدك على خدك وتبقى ماشيه بالقحط، وماشيه معاكي بالتراب، وماشيه معاكي بالضليم، وتبص على رزق غيرك وغيرك، وفلانه ده بتعمل. طب ما تعملي. يعني انتوا فاهميني؟ يعني اعملي وقلدي البني ادم اللي بيعمل حاجه، بدل ما تبص على فلانه وتبص على علانه والكلام ده. لا صدقيني، يعني الدنيا دلوقتي بقت غاليه جدا، وكل واحد بيجري على اكل عيشه. فانت لما تعملي اي حاجه بسيطه جدا من بيتك، وانت اهم حاجه انت ببيتك، يعني انا بشجع اي حد بيعمل اي حاجه من بيته. تمام. صليتوا بينا على النبي. لو وصلت معايا الفيديو لحد هنا قولي لي الله يبارك لك في التعليقات، وادعي لي دعوه حلوه من قلبك، وما تنسيش بقى تعملي اللايك عشان ربنا يوعدك بزياره البيت الحرام. تمام. المهم وانا معاكم ان شاء الله، ان شاء الله في رمضان باذن الله. يعني انا بدعي لكم الدعوه دي، يعني بدعي الدعوه دي لي انا كمان، يعني انا مش رايحه في رمضان ولا حاجه، لا. المهم بعد ما حطيتيه قطعتي بقى الجبنه. بصي شوفي الجبنه معايا جميله، يعني تاكلي حته جبنه جبنه يعني، مش تاكلي مثلا اي حاجه. بعد كده بتطلعيه بتسخني له ميه سخنه. لازم الميه السخنه، لان الميه السخنه بتحافظ لك على الجبنه، وبتخلي الجبنه معاكي يبقى عمر اطول. لو مثلا قعدت معاكي يوم واتنين وتلات في التلاجة مفيش اي مشكله، مش هيجرى لها اي حاجه. تمام. انتي نفسك لو انتي، حتى لو انت يعني مش عايزاه كمشروع من بيتك، صدقيني والله الحاجات دي ببيتك جميلة. انا عمري ما اكلت جبنة بالجمال ده، مهما اكلت من حد مش ما اكلتش بالجمال ده. عايزه اقول لك الحمد لله الزبدة بتاعتي جميلة، ما شاء الله اللهم بارك. حلوة جدا. ليه؟ لان ولا داخلها بطاطس ولا داخلها رز، لان اكترية الاسواق ما بتبقاش حلوه. يعني انا بالنسبه لي لما اجي اتفرج على انا دلوقتي هوريكم القشطه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل. شفتي؟ تقيله جدا. ليه؟ لاني مش داخله اي حاجه يا جماعه. بص شوفي، اللهم صل على النبي. انا عايزه اقول لكم والله كانت بتنزل معايا بصعوبه. ليه؟ لان قشطه قشطه صافي. لما تيجي تاخدي زبده من حد، شوفي الناس اللي انت بتاخدي منهم تتعاملي منهم. يعني انا بالنسبه لي، بصوا بقى يا جماعة، أنا بالنسبة لي كنت بتفرج على حد على الفيسبوك، وتخيلوا إن الزبدة بيباعوا بكام. بيقول لك ال5 كيلو ب400 جنيه. اللي هو ازاي يعني؟ أنا مش فاهمة. ده انت لو هتجيبي سمنة نباتي بالله لا هتبقى ب100 جنيه، وممكن تعدي ال100 جنيه. يعني تبقى 105 110 على حسب بقى ايه، من محل لمحل، او إيه دكان لدكان. فاهميني؟ فلا يا جماعة، مش يعني مش كده. يعني في حاجات بتبقى مغشوشة طبعا. يعني انا السمنة دي اقل من 300 جنيه مش هبيعها والله. يبقى انا كده بخسر، يعني انا بخسر فيها. ممكن يعني يطلع لي حسنتي حتى لو 5 جنيه 10 جنيه، الواحد راضي الحمد لله. بس مش هبيع بحاجة اللي هي مغشوشة. يعني في ناس بيحطوا بطاطس وبيحطوا ذرة، وتيجي تكلمي ناس يقولك لا ده ما في السوق، ده من عندي فلان فلاحة ده بتبيعها أقل من كده، وبتتباع ب 220 و 250. خلاص اللي عايز يشتري يشتري، يروح يجيب. لكن انا بديكي سمنة، اقسم بالله اقسم بالله كمان مرة، ما شاء الله اللهم بارك. لما بتيجي تحطها في الاكل كده، لا لا، سمنة سمنة سمنة. بصي اهي، عايزة اقولك بعد ما عملتها على الحنفية على طول وغسلتها، بتغسليها مرة واتنين وتلاتة، وبعد ما بتغسليها، يعني انا دلوقتي غسلتها بتصفي منها المية. يعني انت بتاخدي زبدة على ابوها، زبدة درجة اولى، زبدة من اللبن الرايب او القشطة، مش زبدة اي كلام، ولا حاجة مغشوشة ولا حاجة مضروبة ولا الكلام ده خالص. لا 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 لا، ما فيش الحمد لله انت بتاخدي حاجة نظيفة، حاجة انت بتعمليها ببيتك. انا باكل منها انا وعيالي قبل ما اوديها للناس بره. تمام. لكن الناس اللي بتبقى فرحانه، الزبده ب400 جنيه ال5 كيلو، ال5 كيلو، انت متخيله ان انت بتجيبي شحوم الحاجات بيجيبوا الدهن ويجيبوا الشحوم، وتصلبي الشرايين لعيالك ليكي واللي جوزك. طب ليه؟ عشان ايه؟ عشان خاطر ايه؟ يعني عشان يعني بتحبي الاسترخاص؟ لا، انا نفسي ما بحبش استرخص حاجه، لاني بحب الحاجه النظيفه. يعني فاهميني؟ انا والله بجد بحب الحاجه النظيفه. بتبقى غاليه سنه، بس انت بتاكلي حاجه جميله. بصي ما شاء الله، شويه زبده زي العسل. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. واللهم صل على النبي، جربوها كده بطريقتي هتعجبكم جدا جدا جدا، وهتستفادوا منها.
وطبعا انا لما جيت خضيت الزبده بتاعتي انا ما حطيتش عليها شويه ميه ولا اي حاجه. ليه؟ لان هي اصلا بتتلف معايا الحمد لله، فمش مستاهله ان انتوا تحطوا شرش جبنه عليها ولا اي حاجه. وبصي هقول لك حاجه، صلى على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. والله لو انت مش حابه تفتحي المشروع ده من بيتك، لو انت هتعمليه ببيتك لوحدك، شويه الخض ده هم يا بالدنيا وما فيها. عايزه اقول لك السفندين تين دمت، بص عايزه اقول لك هم اللي كانوا فاضلين، فانا حبيت اللي انا ايه احط لهم ديكور. يعني اللي عايز سفندايه يقول لي، اللي وصل لحد السفندايه يقول لي تمام. بصي ما شاء الله بتبقى معايا مزبده. لما بتيجي تحطها بقى في قلب الفريزر، بتحطها في قلب الكيسه وتقفلي عليها وتخليها في درج لوحده، لان طبعا اللبن بيلقط اي حاجه. فانت دايما تبقى حاجتك نظيفه، عشان اللي يتعامل معاكي مره هيجيلك مره واتنين، ويجي ياخد منك مره واتنين وتلاته. حطي الحاجه في الكيسه، حطها في درج لوحده في الفريزر وحطيه. او حتى على الاقل ما فيش درج لوحده، ممكن تحطها في الكيسه، والكيسه في ايه فيها علب ماشي. ممكن تحط كل كيلو لوحده لو انت عندك كميه يعني. والله جه حد خد منك يبقى خير وبركه، تمام. ما حدش خد منك يبقى انت عامله لبيتك، انت اصلا كده كده مش خسرانه، انت فاهميني؟ يعني انت على الاقل لو هتجيبي ب 200 جنيه كل اسبوع، مش لازم تجيبي بقى 10 كيلو، هاتي بس ب 200 جنيه كل اسبوع. والله حد جه خد منك عايز جبنه يبقى خير وبركه، حد عايز منك قشطه يبقى الحمد لله ماشي شغال. طيب حد عندك زبده برضو، يعني انت لو فضلت الحاجه في بيتك انت مش خسرانه اصلا حاجه. يعني انت الجبنه مثلا، عندك جبنه انت بتشرشيها وتحطها في قلب الفريزر، في قلب الفريزر ايه، في قلب المش، فاهميني؟ استفدت ولا ما استفدتيش؟ استفدت. انت عايزه شويه قشطه تاكلي مثلا بهم الصبح، هتطلعي وهتاكلي ليكي